اسمع. انا اذكر شمري لا داعي لذكر اسمه. خذ بنت عمه من حايل، ولما راك الوقت اللي خذ ابوها البنت الظروف المعيشيه صعبه، اما يجي الواحد للرياض ولا يروح للكويت ما في امكانيات ولا في وظائف ولا في. جاء الرياض وسكن بالغرابي بلوبويت انها كبر، يوميته ريالين. الغرابي ريالين اليوميه، الشهر ريالين. الشهر ولا اليوم؟ قديمه السالفه. اسلم. اراد الله كتب عسكري. لازم كتب عسكري اكل وقت ما ادري 70 60 ريال 70 الراتب، وهو رجال محبوب شروها الوجيه. واللي اجى الراتب جاب مصروفهم وشراه هو وزوجته بهالبيت اللي هالكبر بالغرابي ساكن. اي نعم. جابت اول ولد، جابت ثاني ولد، جابت بنت، صاروا ثلاثة. اسمع ابو حمد قصة جميلة. صاروا ثلاثة ورتفع الراتب عن امر الملك فيصل رحمه الله عليه، صار 140 العسكري. لما 140 1400 لا جعيد رمضان قالت وغدانك بهم يعيدون مثل وغدان شمر، ما انا مخليتهم يروحوا مخلقان، عطنا الراتب رمضان اتركه عطني اياه، ما انا مخليتهم وغدانك يمشون مصاليخ. هو غسل هدومهم تغسل بهم يلبسون احسن ما يلبسون الثانيين، احنا نعيد جميع. نعم. اللي يبون للجماعه يجتمعوا جميع يعيدون بحدا بيوتهم. خذ راتب رمضان 140 واعطاه اياه. دخلت مع حريم الجيران يما المجيبره. تدخل لما المجيبره مع حريم الجيران مع سياره ولا شيء. ال 140 هذه تاخذ تشري ب 30 ريال. وتشري فتخ ذهب. فتخة ذهب. فتخة ذهب او خزاري. ب 140 عنده بات. وتربطها بسليس وحطتها بشنطه بداره. جاء العيد الثاني مثل اعطاها فلوس تشري بربعين والباقي تشري بذهب وتحطه بالشنطه. تطور الراتب الى صار 700 ريال. وين 700 ريال بحر. الحمد لله. لا جاء عيد رمضان قالت بناتك حريم وعيالك رجال، عطنا الراتب نشري لهم مثل الناس، نشري لهم شوت، نشري لهم كنادر، نشري لهم. اي نعم بيهم يعيدون مثل الناس، ما بي خواطرهم تنكسر، ما لهم ام ولا لهم ابو غيري انا وياك. اي نعم. ولا بيهم يروحوا للعياد الا هم منظر يفتح النفس. ويتوفر. هذه 700 ريال حقت رمضان. والله مع الجيران. والله مره. يما المقيبره. ها 700 تشري ب 200. ايه وتبقى وتروح للذهب وتشري حاجه مقابل الدراهم الباقيه. الغوشايه الاربعه تربطها بسيك. والخزاري الاربعه والخمس تربطها بسلك. الفتاخ اربع خمس تربطها بسلك. تطور الراتب وترقى، هو صار عسكري وغدا الراتب كبير. بلا والله واصل. لا جاء راتب رمضان وجاء شهر الضحيه تاخذ الراتب كله. اوه ما شاء الله. وتشري ب 25% منها الراتب اللي يعطيها. يقول انا لا اقدر احاسبه، اقول ليش شريتي هاللون؟ يقول الفلوس اللي تاخذ ما اشوفها تجيب مقابلها. لكن يقول ثقتي به كبيره. الله اكبر. زانت الامور وشرى لها مرض بشرقي الرياض وبنوا بيت. بنوا بيت وسكنوا يرحلوا من البيت الصغير هذا وسكنوا بالبيت بشرقي الرياض. اظنهم حول النسيم وكلام. وفر عنده دراهم وشر أرض ما هي بعيدة عنه، شارع غربي والشارع الثاني منفذ شمالي. وتدين 4 سيارات دداسن، وابن 4 شقق و8 دكاكين. ما شاء الله. ما أدري أحد. أجر الدكاكين اللي هو الشمالي اللي على بابين أجره يماني. وجاب دفتر هالكبر وقال الدفتر هذا عندك، وهل يجونك ياخذون مقاضي اللي هم ياخذون جبرة، ياخذون صابون، ياخذون تايد، ياخذون اللي هم ياخذون. سجله. ولا جات دور السنه اتحاسب انا وياك، سلك زود اعطيك اياه وسلي زود اخذه من ايجار الدكان. والباقيات الجرن كلن وش قدرن يجرن. تمت سنه لما راح للدداسن حل حقهم. كلموه بالتلفون قالوا دبر لنا فلوسنا. قال والله انا لان رايح نتدين ونروح المكتب عقاري وخذ الصك وصوره وحطه عند مكتب العقاري. قال هذه
ها شقق ودك كنا ببيعهن، ما علم البيت ولا علم المرأة. ليش يبيعها؟ عليه دين. ديون سيارات 4 بيسددن يبقى له دراهم. طق اللوحة على الدكان حق اليماني اللي هو المكتب العقاري للبيع. راتبت هي وياه على ددسن 83. قالت لي بنروح نتقضى. يوم وقفوا عند باب الدكان وجيت ابغى ادخل مره اللوحه، قالت وش هاللوحه؟ قال والله هذه اهل الدداسن شبوا علي يبون حقهم، وانا والله ما انا راح نتدين انا ببيعهن ويبقى لنا خير كثير ونشري ارض نجي منهن. قالت ودن اودي لنا ميتي ولا شفت اللوحه. رجع للبيت قال انت قضى؟ قالت لا والله انت قضى بالدبد. لما مريم دلت تقول ها يدي. يوم وقف عند الباب قالت لا تحول يجيك هالحين، روحي غيري ملابسه، حطي بلاغات بيدي سود، خذي هاك الشنطه هالكبر. ذهب. يوم جت ام يلا تشيل الشنطه، هو ما عنده خبر. اي نعم. حطتها بالمرتب تلقفها، قالت لمقيبره وتوقف لمقيبره بظلال البيت اللي ظلاله الشرجي وجهه غرب. قالت وجه السيارة ولا تحول لما اجيك. ويتحول منه تركض. روحي اسألي هل الذهب وش يسوى البيع وش يسوى الشراء؟ قالوا نشري هالكثر لقت احسن سعر. وتجي قالت معك بطاقتك؟ قال نعم. قالت حول وتشيل الشنطة هالكبر ذهب. الله يبيض وجهها. تدخل قالت للحضرمي اكل وقت اللي يبيعون يشترون بالذهب الحضارم. اي نعم. سكر الباب جيبوها كزولية بغير حقران لها زولية هي ولها كبر هذه. قالت اعطونا الميزان. ترى الرجل ما عنده خبر. رصدوا الميزان طال عمرك دلون يزنون وما وزنوا، الرجل طارت عيونه. تحول الشنطة لمر مليانة. وما وزنوا حطوها على جنب، وما وزنوا حطوها على جنب، وما وزنوا لما خلصوا. قالت تبون شيك ولا تبون دراهم؟ قالت حنا بدو وانا اعرف الشيك نبي فلوس. قالوا للرجل راح يشتري شنطة كبر هذه. بمنعها دراهم. شنطة كبر هذه. شنطتها مهم هالكبرها. راح وجاب شنطة طال عمرك وروحوا الرجال واسحب فلوس من البنك. وصفوا بالأولة اللي بهالذهب لما امتلئ ويزوه، وصفوا بالثانية لما امتلئ ويزوه. جيبوا كيس هذه حق المقاضي ها وحطوا الباقي به. قالت امشوا معنا لما نصل السيارة. تقولوا الحرمة. الرجال بلغم على فمه خيط على فمه ما يقدر يحكي ولا يقدر يحكي. لا يحكي ابدا بكلمه. شالوا معهم الذهب اليما وصلوا والسيارة. قالت مع السلامة. ترى خذت بطاقتها وقالت صوروها. يوم صوروها قالت هذا تلفوننا، إن جاكم ما حد يطالب بهالذهب احنا المسؤولين عنه. يا زين هالحرمة. إن جاكم ما حد يطالب بالذهب ترون انا احنا المسؤولين عن هذا الذهب كله. وهذه بطاقة زوجي وهذا رقم تلفون البيت. ونعم والله يجزيها خير. شالوا الأغراض معهم ورسمه. قال تعالي ما والله يدرج الموتر لا ما تعلمين منين جنت هذولي. قالت يا ابو فلان؟ قال نعم. قالت والله ما لي بهن لا انا ولا ابوي ولا ريال واحد. هذول قريشاتك يوم معاشك 740 وانا اشري خزريتين واشري ب30 ريال مقاضي للبغداد. ابي لليوم ومثله والله ما لي بهن ولا ريال واحد لا انا ولا ابوي. هذا والله حليلك احل من السماء من الفقر. الله اكبر. ما احب راسك وخشمها. يوم انا اخذ راتبك 700 ريال وانا اخذ ب 200 مقاضي للبغداد واشري ب 500 غوي حبه غوشه واشري غزالي واشري فتاخ واربطهم بخويط. كل ما شريت 4 ربطتهم سلك عشان ما يضعن. واما انا والله ما لي به ولا ريال واحد. والله انه كله راتباتك جامعتهن ابيهن لليوم ومثله. الحين هذه الدراهم رح اول فاتح رازق شيل اللوحه اللي فوق الدكان يشيلها. ولا شلت اللوحه خذ الدراهم رح سدد الدداسن وانتهينا. والحلال حلالك والله لا انا ولا ابوي ما لنا ولا ريال ابوه. كله والله لسه الفضل كله. لكن وين تلقى المصباي؟ وين تلقى؟ هذا من جماعتنا ولا داعي لدسر.